السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، والنهاردة ان شاء الله معادنا مع سلسلة الغرزة دي اسمها ايه. والنهاردة غرزتنا اسمها الكريستال ويفز او الاوشن ويفز. ممكن نترجمها بالعربي وتبقى اسمها امواج المحيط او امواج الكريستال. غرزة مميزة وظريفة وبتستخدم في حاجات كتير، أشهرها بطانية البيبي. ممكن تعمل بطانية بيبي، ممكن تعمل كمان كوفية أو سكارف. هتبقى رائعة جدا، فيها بروز ارتفاعات وكمان أجزاء بتكون منخفضة، فبتدي تكستشر حلو قوي او ملمس مميز. مش صعبة ابدا، ما بنستخدمش فيها غير العمود بلفة وغرزة الحشو، وطبعا اكيد السلسلة معانا من الغرز البدائية، فمش معقدة ابدا. ظهرها زي وشها، ودي تعتبر ميزة في الغرزة، ان هتعملوا حاجة الوشين بيدوا نفس الشكل، ملهاش وش وظهر، يعني هما الاتنين يعتبر وش. هنمشي فيها خطوة خطوة، وهنقول كده على معلومة حلوة في الاخر، ازاي نخلي بدايتها زي نهايتها. انتوا زي ما انتوا شايفين هنا البداية خط مستقيم، النهاية عبارة عن الويفز او الامواج اللي فيها دي. فانتوا زي ما تحبوا فيه، ممكن تسيبوها كده، او لو انتوا لسه هتشتغلوا لها مثلا بوردر او زي برواز او فريم للبطانية، بتسيبوها. او لو انتوا حابين تخلوا الناحيتين زي بعض، انا هقول لكم على الطريقتين. اذا حابين الناحية اللي هي الويفي دي تبقى مستقيمة منتهية بخط زي الناحية في البداية، او العكس لو انتوا حابين ان الشكل يكون ويفي كده، وكمان الجزء اللي ابتدينا منه نحوله لامواج زي دي، او انها تكون كده ويفي. هقول لكم ازاي نغير يعني او نضيف على البداية، بحيث انه الناحيتين يكونوا زي بعض فيهم الشكل الفسطونات ده معانا. ده شكل الغرزة ان شاء الله تكون سهلة عليكم النهاردة. هنبدأ. طبعا هي يعني انا شفت لك كذا طريقة ممكن تشتغلوها بالطرق المختلفة، بتدي يعني اختلافات بس بسيطة جدا. خلونا نشتغل انا عايزة اشتغل لكم في خيط فاتح عشان ما يبقى واضح في الكاميرا. خلوني اجيب الخيط الفاتح وارجع لكم عشان نبدأ مع بعض. طيب، انا هعلمكم طريقه سهله وبسيطه، وانتوا ممكن يعني وسط الشغل هحاول اقول لكم على الاختلافات اللي ممكن انتوا تعملوها لو حابين تغيروا في الطريقه بتاعتها. هقول لكم ممكن تعملوا ايه مثلا امتى، تمام، او يعني تغيروا ايه بايه. هنا البدايه بتكون مضاعفات الرقم 5 بلس 4، تمام. يعني هنعمل مثلا 25 غرزة ونزود 10 في الاخر، يعني نعمل 29. 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 و4 في الاخر. انا يعني حابة اكبرها شوية معاكم، بحيث ان انا اوريكم برضو شكل اكبر للغرزة، تتخيلوا شكلها بيكون ازاي في النهاية لما بيكون. يعني انا لو عندي بس بطانية كانت متاحة اوريها لكم. كمان ممكن تشتغلوا بالغرزة دي، بتبقى حلوة قوي في الغرز مش الغرز يا ربي، الخيط الامبري او الجانجا، بيبقى جميل جدا. انا كده ارتفعت ب4 سلاسل اللي هم قلنا مضاعفات 5 و4 في النهاية، وهندخل في اخر سلسلة عملناها من ضمن الخمسات بتوعنا، ونشتغل 3 عواميد بلفة في نفس الغرزة.
كده 1 2 يعني بنفوت 4 اللي هم ارتفعناهم دول وندخل في رقم 5. تالت عمود بلفة. هحاول ابطأ في العمود بلفة المرة الجاية برضو عشان لو معانا مبتدئات حابين يراجعوا على العمود بلفة بيتعمل ازاي كمان يقدروا ان هم يشوفوا احنا بنعمل ايه. طيب هنعمل ايه بعد الثلاث عواميد؟ هنفوت 4 غرز، وركزوا في الغرزة الجاية هنشتغل ازاي. ادي 1 2 3 4 وندخل في رابع غرزة، نبدأ شغلنا بغرزة حشو. بعد الحشو هنرتفع 3 سلاسل وندخل في نفس الغرزة نعمل 3 عواميد بلفة. العمود بلفة ازاي؟ اسمه بلفة يعني بلف لفة واحدة على الإبرة، بدخل جوه الغرزة اللي بشتغل فيها واجيب الخيط واطلع. بيكون عندنا 3 حلقات، بنلف الخيط نعدي من 2 منهم وبعدين نلف الخيط نعدي من 2 الاخرانيين. كمان مرة نلف على الإبرة لفة واحدة، ندخل نجيب الخيط ونطلع. عندنا 3 حلقات، بنخلص الغرزة على خطوتين عشان كده اسمها دبل كروشيه بالانجلش، ونعدي من 2 ونعدي من 2. تمام. وهنكرر 1 2 3 4 وندخل في رقم 5 بغرزة حشو ونرتفع 3 سلاسل ونرجع في نفس الغرزة اللي عملنا فيها الحشو نشتغل ال3 عواميد بلفة المكتملين، كل عمود منفصل لوحده. احنا مش بنعمل غرزة كلاستر هنا. 3 عمود وهنكرر نفس الشغل. انا هكرر كده المجموعات اللي جاية لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم عشان اقول لكم هننهيه ازاي وهنبدأ الدور التاني ازاي وهيكون شكل الدور الاول معانا متكون ازاي. خليكم معايا. طيب كده وصلنا لنهاية الدور وهنشتغل في اخر سلسلة عندنا خالص قبل عقدة البداية غرزة حشو فقط، مش هنعمل مجموعة العواميد او السلاسل معاها. وهنرتفع ارتفاع جديد عشان نبدأ الدور التاني. 1 2 3 4. خلوا الارتفاعات دايما 4 عشان الشغل يكون من الجوانب مش مشدود ويكون مرتاح معاكم. وهنلف الشغل وهنرجع نشتغل في نفس المكان اللي ارتفعنا فيه ده او منه 3 عواميد بلفة. 1 2 3. وركزوا بقى هنعمل ايه لان الدور التاني مش تكرار للدور الاول، في اختلاف شوية. بما اننا مش هنشتغل في سلاسل بنشتغل في المجموعات اللي احنا كوناها. بنروح للمجموعة الاولى دي عندنا 3 عواميد 1 2 3. بنروح للتالت ونعمل غرزة امامية فرونت بوست، بس مش عمود بلفة امامي، لا غرزة حشو امامية فرونت بوست سنجل كروشيه. يعني بدخل من قدام وارجع لورا وارجع تاني من ورا لقدام عشان اجيب الخيط واطلع بيه ويبقى عندي حلقتين وانهيهم زي غرزة الحشو العادية. وبعد كده هنا هنبدأ نعمل نفس المجموعة اللي هو ارتفاع 3 سلاسل بعد غرزة الحشو و3 عواميد. 3 عواميد فين؟ شايفين السلاسل اللي احنا كنا كوناها في الدور اللي فات في المجموعة دي؟ هي دي اللي هنشتغل وراها في الفراغ بتاع ال3 سلاسل دول ال3 أعمدة اللي بلفة واحدة. تاني خلصنا المجموعة دي هنروح مباشرة نبدأ مجموعة جديدة. ازاي؟ ادي العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت. ما بدخلش فيه من فوق في الفي بتاعته، لا بدخل حواليه. ندخل مادام بنعمل امامي يبقى من قدام لورا، اسمه امامي يبقى نبدأ من قدام وارجع لورا واطلع تاني قدام انتهي قدام. بنبدأ من قدام وننتهي قدام عشان اجيب الخيط واطلع بيه. ومادام هي غرزة حشو يبقى انا ما بلفش الخيط قبل ما بدخل مباشرة بجيب الخيط واطلع عشان يبقى عندي حلقتين واعمل غرزة الحشو بتاعتي 3 سلاسل. وبعدين ندور على السلاسل اللي هي الفراغ بتبقى شوية لورا، لو هي كده تحت الكاميرا مش باينين
انتوا لازم تزقوا العمود ده التالت عشان السلاسل دي تبان الفراغ بتاعها، وندخل تحتيها ونبدأ نعمل ال3 أعمدة اللي بلفة واحدة. 1 2 3، وهنكرر لنهاية الدور. وتاني هرجع لكم عشان اقول لكم هننهي الدور التاني ازاي، والادوار اللي بعد كده كلها هتبقى تكرار للدور التاني ده. هنخلص لاخر الدور ونرجع نشوف هنقفله ازاي. طيب كده وصلنا شايفين لنهاية الدور، خلصنا كل المجموعات وتبقى عندنا مجموعة مش هنشتغلها بنفس الطريقة ونكون مجموعة كاملة. احنا هندخل الاول نعمل غرزة الحشو الامامية، وبعديها مفيش سلاسل، هدخل تاني كمان في الفراغ اللي هو معمول من 3 سلاسل واعمل غرزة حشو كمان. يبقى هنهي الدور بغرزتين حشو ورا بعض بالطريقة دي، ونرتفع 1 2 3 4 زي ما اتفقنا، ونلف الشغل. وهنروح فين؟ ادي المجموعة الاولى عندنا. هنكرر نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها، قلت لكم الدور التاني هو ده اللي هنكرره. هندخل نعمل غرزة حشو امامية. خلونا ما ننساش احنا لما بنرتفع السلاسل عملنا ايه، كنا عملنا ال3 عواميد مع نفس المكان اللي ارتفعنا منه. ما تنسوش بنرتفع 4 سلاسل وندخل نعمل 3 عواميد في نفس الغرزة اللي احنا ارتفعنا منها. بعد كده ندخل نعمل المجموعة الاولى بتاعتنا اللي هي غرزة حشو امامية، بعديها 3 سلاسل، بعدين ندخل في الفراغ نعمل ال3 عواميد بلفة. 1 2 3. تمام. هنكمل كده، هعمل معاكم مجموعة كمان. غرزة حشو امامية على العمود الثالث، وبعدين 3 سلاسل ارتفاع، 3 أعمدة بلفة في الفراغ اللي متكون من 3 سلاسل في المجموعة من الدور اللي فات. 2 تالت عمود، وهكذا. وهننهي الدور ازاي؟ هننهي الدور لما نوصل ويبقى فاضل مجموعة واحدة، هندخل نعمل غرزة حشو أمامية حوالين العمود الثالث، وكمان غرزة حشو مباشرة بدون سلاسل في الفراغ الأخير، ونرتفع 4 سلاسل ونعمل 3 أعمدة في نفس المكان اللي ارتفعنا منه، ونبدأ نكرر الأدوار بتاعتنا للمقاس اللي احنا حابين نشتغله. أنا هعمل يعني عدد من الأدوار وارجع لكم أوريكم شكل الغرزة هيكون ازاي، ونبدأ نتعلم الأول ازاي أخلي الدور الأخير من غير فسطونات ويكون الحد بتاعه مستقيم زي البداية. زي ما ابتدينا كده بخط مستقيم ننتهي بشغلنا برضو بخط مستقيم مقفول على الشغل. هخلص كام دور ونرجع عشان نشوف هنكمل مع بعض ازاي. طيب كده احنا هنعتبر ان احنا وصلنا للمقاس اللي احنا عايزينه. عندنا قطعة بتبدأ بخط مستقيم وبتنتهي بفسطونات او ويفز، وعندنا القطعة التانية نفس الكلام، بتبدأ بخط مستقيم وتنتهي بفسطونات. واحدة منهم هننفذ عليها فكرة ان احنا النهاية تبقى زي البداية، خط مستقيم هنا ومستقيم هنا. واحدة هننفذ فيها العكس، اللي هو تبقى البداية هي اللي زي النهاية، انها تكون فيها فسطونات. تمام. فخلونا نقص الخيط في القطعتين. انا ما اتكلمتش معاكم في البداية على مقاس الابرة، لان احنا بنستخدم الابرة المناسبة لسمك الخيط اللي هتشتغلوا بيه. يعني حسب الخيط المتاح عند كل انتوا هتشتغلوا بيه بتستخدموا الابرة حسب ما مكتوب على الليبل او الابرة يعني، او المقاس المترشح للخيط على الليبل بتاع
الشلة نفسها كده. احنا عملنا حاجة غلط للأسف يعني، قصينا الخيط واحنا ناويين نكمل. احنا قلنا القطعة السيمون دي هنكمل فيها بحيث نخلي البداية زي النهاية، اللي هو ايه، هيبقى البداية والنهاية خط مستقيم. تمام. طيب في حاجة تانية برضو ما اتكلمتش فيها معاكم، الاختلافات. قلت لكم في ناس بيشتغلوا نفس الغرزة بس بطرق فيها بعض الفاريشن او الاختلاف. البداية ممكن ما تعملهاش مضاعفات رقم 5، ممكن تمشوا على مضاعفات رقم 4 وتزودوا غرزتين في الاخر وتشتغلوا بنفس الطريقة. بس بتفوتوا يعني 3 غرز، وفي رابع غرزة بتشتغلوا المجموعة. تمام. الحاجة الاختلاف التاني، في مش بيشتغلوا 3 سلاسل لما بيخلصوا العواميد، مش بيشتغلوا 3 سلاسل، بيشتغلوا بس سلسلة واحدة عشان ما يبقاش الشغل شوية في فراغات كبيرة. يحبوا انه يكون الشغل شوية ايه، ملموم ويعني كومباكت اكتر على بعضه. طيب هنشتغل ازاي الدور الاخير؟ انا هرتفع كده بسلاسل زي ما بنرتفع دايما، وهعمل ال3 اعمدة في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه. تمام. هنا عشان اعذروني انه في العقدة والفتل دي بسبب ان انا قصيت الخيط. يبقى هنرتفع سلاسل ونبدأ نشتغل اكننا بنشتغل دور جديد عادي جدا بالفسطونات بتاعتنا كبداية. بعد ما نخلص ال3 اعمدة مع السلاسل الاولانية، هنروح فين؟ في الفراغ او حوالين العمود الثالث. انا بفضل ان احنا نشتغل في الفراغ اللي احنا مكونينه هنا، ونعمل غرزة حشو. تمام. مفيش بقى السلاسل ولا ال3 عواميد مع في المجموعة. يعني هتروحوا بعد كده فين؟ في الغرزة اللي هي كانت الحشو قبل السلاسل، ونعمل 3 عواميد بلفة. وبعدين نعمل غرزة حشو في الفراغ اللي متكون من سلاسل. يبقى انا بشتغل حشو 3 اعمدة، مفيش بقى السلاسل خالص، الحشو في الفراغ وال3 اعمدة في الحشو عكس بعض. تمام. الحشو اللي احنا كنا بنعمله في المجموعات في الدور اللي فات. تاني بنعمل ايه؟ انا خلصت 3 اعمدة في الحشو، هروح بعد كده في ال3 سلاسل الفراغ واشتغل غرزة حشو، وبعدين اروح للحشو اشتغل 3 اعمدة، 3 عواميد بلفة. الشكل كده بقى عامل معانا ازاي؟ اهو هتلاقوا ان الشكل خلاص بقى مستقيم زي البداية. الفراغ بعمل فيه حشو واروح في الحشو بعد ال3 سلاسل على طول، لان انا بطلع بال3 سلاسل من غرزة الحشو، اعمل 3 اعمدة بلفة واحدة، 1 2 3، وهكذا لنهاية الدور. هروح لل3 سلاسل، اعمل حشو، والحشو اشتغل فيها 3 عواميد، وننهي الدور بغرزة حشو في الفراغ الاخير. كده يبقى البداية زي النهاية، خط مستقيم خط مستقيم. طيب عايزين لا نعمل البداية هي اللي زي النهاية، يبقى هنشتغل فسطونات
على الناحية التانية. هنا زي ما بقول لكم الجهتين بقوا ستريت. لو انتوا حابين تعملوا شراشيب او عايزين تعملوا بوردر وعايزين ناحيتين يكونوا مستقيمين كده، يبقى دي الطريقة اللي احنا هنستخدمها بحيث نخلي النهاية مستقيمة زي البداية. طيب لا، انا عايزة البداية هي اللي تبقى شبه النهاية، فانا هنا قصيت خلاص الخيط، لان هرجع الف القطعة واروح الحد ده المستقيم اخليه هو اللي عليه ايه، فستونات. ازاي هعمل كده؟ هروح لمكان البداية، شوفوا الخيط فين اللي هو فيه عقدة البداية، هندخل في رأس الثلاث، شايفين الأعمدة، هندخل هنا نشبك الخيط بتاعنا بغرزة سلسلة، نثبت شغلنا. بعد كده هنعمل ايه؟ هنشتغل بطريقة الفستونات، يعني هنبدأ تاني بنفس الطريقة اللي هو 3 سلاسل او 4، احنا كنا شغالين 4، هنا ممكن 3 يكونوا كافيين على اساس هو دور واحد، وبعدين ندخل تاني في نفس المكان اللي احنا شبكنا فيه ونشتغل ال3 عواميد بلفة، اكني انا بعمل دور من الادوار اللي فيها فستونات. هروح فين بعد كده؟ هلاقي في عين كده هنا، شايفين زهرة في فراغ كده اللي متكون اللي محطوط فيه العواميد، هو ده اللي هدخل اشتغل فيه المجموعة بتاعتي اللي هي ايه، اللي هي غرزة حشو، 3 سلاسل وبعدين 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ ده اللي هو كان طالع منه ال3 عواميد على الجهة التانية اللي هو كان الدور الاول. كمان مرة هنروح فين؟ هنروح في الفتحة اللي بعد كده اللي فيها ال3 أعمدة واشتغل حشو، 3 سلاسل وبعدين 3 أعمدة. يبقى لما بنعمل فستونات بنشتغل نفس الطريقة، لكن لما بنعمل جانب ستريت لا، بنشتغل حشو وبعديه 3 أعمدة، مفيش السلاسل خالص، وبنشتغل 3 أعمدة في الحشو، والحشو في الفراغ اللي متكون من سلاسل. تمام. طيب هندخل تاني هنا حشو، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس المكان، 1 2 3. هننهي الدور ازاي؟ نفس الطريقة اللي احنا بننهي بيها الدور، بان احنا ندخل نعمل غرزة الحشو في الفراغ، وهنا مفيش فراغ بعد كده، فهنكتفي بغرزة الحشو الأخيرة تبقى واحدة. وكده شايفين القطعة بقى شكلها عامل ازاي، البداية زي النهاية، هنا في ويفز وهنا في ويفز، هنا في امواج هنا في امواج، هنا في فستونات هنا في فستونات، ايا كان المسمى، المهم ان بقى الشكل زي بعض. الغرزة رائعة، لو جربتوها في قطعة كبيرة بطانية بيبي اتمنى ان انتوا تنفذوها، وبألوان مبهجة، بألوان يعني على ذوقكم مختلفة. وزي ما قلت لكم في الاول ان الخيط الجنجاف الغرزة دي بيبقى رائع جدا جدا جدا. انا هقص الخيط وهتبقى كده دي العينة بتاعتنا. ما تنسوش لايك للفيديو اذا كانت الغرزة عجبتكم، اعملوا شير للفيديو مع اصحابكم المهتمين بالكروشيه وتعلم غرز مميزة. الغرزة مميزة وفي نفس الوقت هي يعني تنفع جدا للمبتدئين، هذه ميزة كبيرة فيها. وكمان اذا كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى منكم الاشتراك، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واراكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.